بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا جماعه جايب لكم تاني اغلى عمله موجوده في مصر، وهي عمله ربع جنيه او 25 قرش لجمال عبد الناصر 1956. العمله دي يا جماعه سعرها 100,000 جنيه. ايوه زي ما بقول لك كده، العمله ديت سعرها 100,000 جنيه. بس للاسف العمله دي مش متوفره مع كل الناس، لان كل اللي اتصنع من العمله ديت هم 5 قطع بس موجودين في مصر. فلو معاك العمله ديت فبجد انت كده هتبقى مليونير، لان سعرها بالميت قوي 100,000 جنيه، ويزيد كمان عن 100,000 جنيه، ممكن يوصل ل150,000 جنيه. فلو معاك بجد يا حظك يا هناك. طب ليه العمله ديت سعرها غالي جدا؟ لان العمله ديت مصنوعه من الفضه، وزنها 17.5 جرام من الفضه، القطر بتاعها 33 ملي، كلها مصنوعة من الفضة. تم إصدارها وتم عمل بروفة منها 5 قطع، وعرضها على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بخصوص تأميم شركة قناة السويس. إلا أن الرئيس جمال عبد الناصر رفض الفكرة بتاعة صك عملة عليها صورته، ورأى ان القرار بتاع شركة تأمين قناة السويس دي قرار الشعب مش قراره الشخصي، فرفض صك العملة بالصيغة اللي انتوا شايفينها ديت، وأمر بصك عملة تانية مكتوب عليها تأميم شركة قناة السويس بدون صورته، يعني مش موجود عليها صورته. لذلك فالعملة ديت نادرة جدا، كل اللي متوفر منها 5 قطع بس موجودين في مصر. لذلك هي تاني أغلى عملة موجودة في مصر بعد العملة بتاعة السلطان فؤاد 20 قرش، الريال بتاع السلطان فؤاد 1920. دي أغلى عملة اللي اتباع في مزادس بنك ب120,000 دولار، يعني يعدي 4 مليون جنيه. العملة ديت برضو بتوصل ل100 و150,000 جنيه، وتعدي كمان ممكن توصل لها ل200,000 جنيه اللي هي عملة جمال عبد الناصر. فمحدش يقول لي يا جماعة اللي هي 1956 تأميم شركة قناة السويس 1956 جمال عبد الناصر ديت تاني أغلى عملة في مصر. فمحدش يقول لي يا جماعة أنا معايا العملة، لأن العملة دي مش موجودة مع أي حد، دي بس كانت للمعرفة، تعرفوا أهم العملات القديمة والنادرة. فبطلب من حضراتكم إن أنتوا تعملوا لنا اشتراك عشان يوصلكم كل جديد وجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.